السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان، جينا اليوم وجبنا لكم حقائق اللي هي جديدة في القضية ديال ولدنا سعد. فسعد الله يطلق سراحه. فالإخوان اللي غادي تصدموا كيفاش الأم ديالو سخفات. يعني الإخوان ملي سمعت الخبر ديال 6 سنوات نافذة فغادي تصدموا الإخوان. أشنو هما المؤامرات أو شنو هما يعني الأهداف ديال هاد العصابة ديال الفن اللي علاش بغات تطيح سعد وعلاش بالحرف يعني بغات تغرقوا هذه السنين هما كيجريو وكيجريو له في هذه القضيه الاخوان باش يطيحوا هذا الوليد هذا. فاليوم الاخوان حاولنا نكشفوا لكم على الحقيقه ديال هذا السعد المجرد اللي بالفعل اخواني كيتحكم ب6 سنوات نافذه. ف6 سنوات ماشي سهله، ولكن اشنو هما الاسباب او ربما اشنو هما اللي خلاه سعد يتحكم بهذه القضيه ديال 6 سنوات. فكنا درنا واحد الفيديو البارح وما وضحناش مزيان اخواني اخواتي العزاز، ولكن اليوم رجعنا لكم بهذا الفيديو باش نحاولوا نوضحوا لكم كل هي حاجه. فالاخوان قبل ما ندخلوا معكم في التفاصيل فاعطيونا اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم فضلا وليس امرا. فغادي ندخل لكم في التفاصيل اخواني ديال هذه القضيه ديال سعد. فالقضيه ديال سعد الاخوان واللي كتعرفوا نتوما واللي كنعرفوا حنا وبزاف الناس ما عارفينش كيفاش القضيه ديال الاغتصاب. كيفاش ديال هذه القضيه ديال هذا الاغتصاب هذه ديال هذه الفتاه اللي كتبلغ من العمر ديالها 27 سنه. بالحرف كيقول مازال قصيره او ربما اشياء من هذا القبيل. ولكن اشنو هو اخواني اخواتي العزاز اللي خلى هذا الشخص هذا يتحكم بهذه المده السجنيه كامله؟ فكانوا الاعترافات ديالو الاخوان كانوا اعترافات خطيره، ولكن هذا الشيء هذا مبني على واحد العصابه اللي بالفعل كان كيتم التخدير ديالو. كانوا خدروه بالفعل الاخوان كانوا خدروه في ذاك الفندق في ذاك الاوطول. يعني كانوا خدروا ذاك الشاب هذا بالفعل الاخوان باش يطيحوه في هذا الفخ هذا ويطيحوه في هذه القضيه ديال الاغتصاب. فعصابه الفن اللي هما ربما كنقولوا داخله فيها على الحساب ديال حمزه مومبيبي في هذه القضيه هذه، وبالحرف باللي حتى هما عندهم يد في هذه القضيه ومجموعه الاشخاص ومنهم الجزائر. فمنهم النظام الجزائري. فاللي كتعرفوا كنعرفوا حنا فهاد الفتاه هذه من الاصول جزائريه ولكن عندها الجنسيه فرنسيه. فهاد الفتاة لوري اشنو كانت قدمت للعداله النهار الاول؟ فكانت قالت لهم محاوله الاغتصاب بالفعل محاوله عفوا يعني اغتصاب، ولكن يعني كان بالقوه وبغى يعني كما كنقولوا بغى يفترسها سعد، فكان تحت تاثير المخدرات. ولكن اشنو كانت قالت من بعد اخواني في القضيه عند بالفعل عند القضاء من بعد يعني ما طوال البحث اكثر من سنين. يعني هو متابع في هذه القضيه ديال هذه الفتاه اللي هي لوري جنسيه فرنسيه. فكان تيثبت عليه بالحرف بان الاخوان ما عنده حتى شي دليل، ما عندها حتى شي دليل هذه الانسانه، ما عندها حتى شي دليل باش الاخوان والاخوات تغرق هذا الشاب هذا وتغرقوا في السجن. فلحد الان ما كاينش دلائل. او شنو هما الدلائل اللي بالفعل اخواني يعني قدمتهم العداله الفرنسيه ضد سعد؟ فسعد بالفعل كيعترف. هذا هما الحوايج اللي خلاوه يزيد يغرق في هذه القضيه ديال هاد الفتاه. فكيعترف الاخوان والاخوات باللي كان تحت تاثير المخدرات داك الليله اللي كيوقع له فيها المشكل مع هاد الفتاه لوري اللي هي بالفعل الاخوان هاد الشيء كمؤامره. وهذا الشيء كمؤامره من عند يعني عصابه الفن. الا عرفتوا القضيه ديال الشاب حسني فالله يرحمه، فكان حتى هو كانت مؤامره من طرف عصابه الفن باش يصفيوه باش يحيدوه من امامهم لحقاش قابض لهم الساحه الفنيه. فمن بعد الاخوان ما كنا شفنا سعد بالفعل طرح واحد الاغنيه اللي هي ديال غلطانه في الصحراء المغربيه، فكانت ضربات الملايير ديال المشاهده. ولكن هاد العصابه ديال الفن بالفعل عرفوا هاد الشاب هذا بالفعل اخواني غادي في واحد المسيره ديالو باللي داك الشيء يعني زويون وغادي بخير يعني في المشاهدات ديالو كتحكم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللي هذا الشخص ناجح 100% وكيبقى من المشاهير العالم هذا الشاب هذا واللي هز درابو ديال الرايه المغربيه. فاليوم كنقولوا بالحرف اخواني في هذه القضيه ديال سعد كاينه مؤامره وكاينه عصابه اللي وراء هذه القضيه. عصابه ديال حمزه مومبيبي بالفعل داخله في هذه القضيه. وانا غادي نوضح لكم بالحرف اخواني لحقاش كانوا واحد الايام بالفعل كانوا حاولوا يوسخوا له الصوره ديالو ديال الفن ديالو امام يعني المتتبعين ديالو اللي كانوا كيتابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللي هذا الشاب هذا نشروا له صور وباللي نشروا له بعد المقاطع فيديوهات وكيشوهوا في سعد في هذاك الحساب ديال حمزه مومبيبي باللي سعد بالفعل الاخوان كيتعاطى المخدرات وكيتعاطى المجموعه المخدرات. وبالفعل هذا الشخص هذا راه ماشي بريء من هذا الشيء، فراه هو وحش وكيغتصب بعض الفتيات. وهذا الشيء هذا اللي كانوا زاد يعني وسخ له الصوره ديالو ديال بصح
فخلاو بعض الدول اللي هما عربيه الاخوان بالفعل اشنو تيقولوا بالحرف بلي هذه القضيه ديال سعد فيها تخدير، الانسان كيتخدر ما يعني تمنع من بعض الدول ما يدخل لهمش دول عربيات اللي منهم بزاف ديال الدول باش ما يدخل لهمش الاخوان والاخوات يغني بعض السهرات ديالهم او ربما يتكلم بعض السهرات ديالهم. فهنا اشنو هو اللي كان الطرف ديال هاد الناس هادو؟ فكان طرف عصابه ديال الفن، فهاد العصابه ديال الفن هما اللي وراء هاد القضيه ديال سعد المجرد. فاليوم كنكتشفوا الام مسكينه بالفعل الاخوان كتسخف بس سمعات يعني ذاك الخبر، فسمعت ذاك الخبر ديال الابن ديالها اللي تحكم البارح يعني ب6 ديال السنوات نافذه. وهاد 6 سنوات نافذه علاش الاخوان؟ بالحرف بزاف الناس اللي كيسولوا تيقولوا ربما في الاستئناف او ربما اشياء من هذا القبيل راه غادي ينقصوا لهذا الشخص، ولكن حنا كنتمناو بالفعل يتنقص له، ولكن راه ماشي دائما كتنقص الاستئناف، فراه بعض المرات كتزيد. فاخوان المشكل اللي عند سعد والاعترافات ديالو، فكيعترف امام القضاء الفرنسي باللي خصو الدلائل اللي كيتثبتوا في الحق ديالو باللي راه تعرض لهذيك الفتاه الاغتصاب او ربما كان محاوله الاغتصاب. فهنا كيتبين باللي الفتاة ما عمرها تعرضت لشي حاجة، أو ربما الفتاة يعني عارضة أزياء، وفعلا الإخوان يعني ديجا راه مغتصبة، فهاد الإنسانة ما مغتصباش، ولكن أشنو كتقول لك بالحرف باللي راه محاولة الاغتصاب كانت يعني، وكان الشخص راه يعني تحت تأثير المخدرات، وهذا الشيء اللي كيعترف به هو اللي كيزيد يغرقه. فكان تحت تأثير المخدرات، قال لهم بالحرف نقدر نكون درت شي حاجة، ولكن انا ما نكونش عارف اشنو وقع في ذاك اللحظه هذيك بالحرف. ولكن الا كانوا شي دلائل اللي كيتثبتوا باللي انا بغيت نغتصبها او ربما اشياء من هذا القبيل فانا نتحاكم. فاخوان هي كتوضح كتقول، هو كيقول براسو تقريبا واحد الساعتين لما كان وحنا نتبادلوا القبيل، يعني القبيل في ذاك الفندق يعني وبيناتنا، فما كاين والو، ولكن واحد اللحظه راها بالفعل غير كنضحك انا وياها وطلبت منها الزواج وما بغاش تتزوج بيا. فخصكم تعرفوا بزاف ديال الناس هذا الفيديو كتوضيح لهذه القضيه ديال سعد، وبالفعل راه كل هي حاجه في هذا الفيديو غتلقاوها منزله. فبزاف ديال الناس كانوا تيقولوا بالحرف راه يقدر يترنجى معها او ربما اشياء من هذا القبيل، فلا الاخوان، فراه عصابه الفن عاطيه لهذه الفتاه يعني اموال اللي هي طائله عاطيها له باش ما تسمحش. فلا شاهدته وشاهدنا كامل فاش كانت تحكم ولدنا سعد ب6 سنوات، فهاد البنت نادت كتبكي، فعرفت راسها ظلمه هذا الشاب هذا، وعرفته يعني مؤامره دارتها، وهذا الشيء كامل شد عليه فلوس وشد عليه مبالغ اللي هي كبيره باش طيح هذا الشاب هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالقضيه ديال سعد صراحه قاصحه بزاف، و6 سنوات كل شعب مغربي كيتضامن في هذه القضيه، والتعاليق ديالكم تخليوه لنا في اسفل الفيديو، كل واحد كيتضامن في هذه القضيه ديال سعد. وبالحرف الاخوان بقى فيهم هذا الشاب هذا، فراه لا حول ولا قوه الا بالله. كما كتشاهدوا الام كان رد الفعل ديالها قاسم اتجاه ديال الابن ديالها، فراه لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الشيء اللي كاين اخواني اخواتي الاعزاز، وتحياتي للناس اللي التحقت بنا بالقناه جديده، وتحياتي للناس القدام، فشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.